علي قدورة طلع علينا بفيديو يقطع القلب. بيقول أنا مش هرجع تاني، وبيقول كلام كبير جدا وهو مفرمة لا. اتفرجوا على الفيديو، وأنا بقول لك يا علي أنت تبت لربنا، خليك زي ما أنت وكمل في طريقك وما ترجعش للطريق ده تاني. السلام عليكم. انا عارف ان في ناس كتير هتشوف الفيديو ده، ناس كتير هتتكلم وناس كتير هتسأل وناس اكتر هتهتم بالموضوع. بس هو بقى يعني عشان نبقى كلنا كده على الملأ، بحكم ان انا بقى حد على السوشيال ميديا فمش هينفع اتكلم مع نفسي بس. لحد دلوقتي انا ما خدتش اي قرار وما يعني مش حاسب لي حاجه. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اعلم وادرى باللي فيا. يعني انا حاولت محدش كلمني عشان ابطل، عشان حد يكلمني عشان ارجع، وانا ما اصلا يعني انا ما خدتش اي قرار دلوقتي، انا ما خدتش اي قرار خالص. بس من البوست اللي انا رفعته الكومنتات اللي بتتكلم كلها اجماد واثبات، يعني ربنا يثبتني. بس انا في موضوع صعب، انا في موضوع صعب قوي يعني، وما خدتهاش حجة. يعني مش من 3 سنين، من 2023 خدتها حجة. انا اكيد مريت بحاجات اكتر من كده ومريت بظروف اكتر من كده، وبيتهيألي ان دي مش حجة عشان ما حدش بس يتكلم كتير. تاني حاجة، انا واحد بطلت، ما افتكرش ان انا لقيت حد قال لي تعالى اخد بايدك، مدلي ايده اكلني لقمة، قال لي تعالى معلش انا عندي شركة شغالك فيها، معلش تعالى خليك تعمل مشروع، معلش تعالى معلش. ما لقيتش حد يقول لي اي حاجة. 90% من الناس اللي بتتعامل معايا او بيشوفوني على النت مفكرين ان انا الفلوس بتاعت المهرجانات انا دكنتها وبصرف منها. بناء عن ذلك انا كل الرسائل عندي كلها بدون مبالغة مساعدات، عايزين يتساعدوا. والله ما حد عايز يتساعد غيري، يعني والله ما حد عايز يتساعد غيري. انا مش بشكي هم لحد على فكرة، انا بفهمكم بس وجهة النظر، وانا مش عايز حاجة من حد ومش هقبل حاجة من حد. يعني فتحت المشروع بتاعي، اشتغل وكان زي الفل، وبعد كده ظروف البلد الدنيا اتكحرتت خالص بقى، فاهم؟ اللي هو انا اتدينت والدنيا خربت معايا، والمحل انا تقريبا هقفله اخر السنة ديت لو ما كانش بكرة يعني. محدش يعرف الظروف غير ربنا، يعني محدش أدرى بعباده غير ربنا سبحانه وتعالى. اللهم لا اعتراض على أي حاجة، بس أنا مش عارف، أنا بكلم نفسي بصوتين في جوايا، 2 بني آدمين بيتكلموا، علي قدورة وعلي عبد القادر، الاتنين بيحاربوا في بعض، وأنا مهزوم في نصهم، وأنا يعني زي ما بيقولوا بالبلدي أنا مدعوك في نصهم. مفيش كلام عارف أقوله، لأن انتوا عارفين أنا بتطق في دماغي أي حاجة بعملها. بس أنا حاولت في عز شهرتي، في عز ما انا ما كنت مسموع ومعايا، يعني مش مغصوب على حاجه، انا ما كنتش مغصوب على حاجه. بس بجد كل اللي انا اقدر اقوله لكم اللي انا بجد تعبت. الناس اللي جنبي قريبين مني الايام اللي فاتت ديت من ساعه ما بطلت لحد دلوقتي هم ادرى بالكلام ده كله، ممكن تسالوهم لو انتوا تعرفوهم يعني. اتدينت، خلاص بتشاف وحش، لان احنا فعلا في مبدأ وفي زمن بتاع مناظر وبتاع مظاهر وبتاع فلوس، بتاع حاجات يعني الواحد ما يقدرش يتكلم فيها. تقول لي انت فاتح مشروع وبتاع وعامل ومخلي، انا عشان بس الناس كانت بتقول لي انت عملت فلوس وفاتح من المهرجانات وكده. والله انا مش عارف ارد عليك يعني، بس انا كل اللي انا عايز اقوله لكم، انا مش طايق كلمه من حد، يعني مش طايق كلمه من اي حد، مش طايق نصيحه، بالذات النصيحه مش طايقها. انا اقرب واحد لنفسي اللي انا انصح نفسي، بس كل اللي انا بقول لكم دلوقتي ان انا طالع بفضفض، ما خدتش